فاتت هو ما تعرض له النجم الفنان الكبير الأستاذ عادل إمام فيما يتعلق بقضية من القضايا الرأي العام في مصر والعاملين في مجال التعبير عن الرأي بشكل أساسي، سواء كان على المستوى الإعلامي أو على المستوى الصحفي والفني والإبداعي. شافوا في ده مقدمة يعني مخيفة للغاية، ولكن النهاردة يبدو أنه على الأقل الأمور اتجهت لاتجاه مختلف، لأنه النهاردة محكمة جنح العجوزة قضت بعدم قبول الدعوة اللي كانت مقدمة ضد مش بس الفنان عادل إمام، ولكن أيضا ضد الأستاذ وحيد حامد، الأستاذ لنين الرملي، الأستاذ شريف عرفة، الأستاذ نادر جلال، بازدراء الأديان لعدم وجود جريمة، وألزمت المدعي بهذه القضية بأتعاب المحاماة والمصاريف الجنائية. دي كانت قضية تانية مختلفة عن القضية اللي بيتم استئنافها بالفعل من خلال الفنان عادل إمام. قضية جديدة اجتاحت القضاء المصري منذ شهر فبراير الماضي، حين اتهم المحامي عصران منصور الفنان عادل إمام وبعض المخرجين بازدراء الأديان. اللي بنشاهده النهارده شيء لا يتعلق بعادل إمام وحده، ولكن يتعلق بمجموعة كبيرة من الفنانين، بيتعلق بأعمالنا اللي قدمناها لهذا الوطن. أنا جاي أقول كلمة لصالح مصر، لصالح الوطن المصري. مصر دولة مدنية وسوف تبقى دائما دولة مدنية. ناس عادية متجمعة عشان تعرف بس تؤازر زمايلها أو معنويا حتى لو هم مش موجودين، وتلفت نظر المجتمع للعبث اللي بيحصل يعني. قضية الفنان عادل إمام أثارت الوسط الفني بأكمله، حيث استقبل الجميع الخبر بالاستنكار، ونظموا وقفة اليوم أمام المحكمة رافضين كبت حرية الإبداع. واحد عمل فيلم من 15 سنة، حاسبوا الرقابة اللي قالت الفيلم ده مظبوط. واحنا عندنا رقابة، هو احنا بنعمل من عندنا رقابة ايه؟ وفي رقابة في الدنيا هتطلع فيلم بيصدر الإسلام؟ حد ممكن عاقل يتصور ان في فيلم بيصدر الدين الإسلامي في بلد مسلم زي مصر الرقابة هتسمح بعرضه؟ مش من حق حد يحاكم حد. حرية الإبداع مكفولة بكل الدساتير المتعاقبة في تاريخ مصر، ومحدش من حقه يحاكم حد، ولا حد من حقه يعمل وصاية على الشعب المصري في يشوف ايه وما يشوفش ايه. الشعب المصري ناضي الكفاية، وهو اللي عمل الثورة اللي نادت بالحرية، وبالتالي محدش هيقدر يعمل وصي على الشعب المصري ويقول له لا انت اتفرج على ايه وما اتفرجش على ايه. وأخيرا حكمت المحكمة اليوم بعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية المقامة ضد الفنان عادل إمام وعلى بعض أفلامه. وفور صدور القرار علت أصوات الفنانين والحاضرين معبرين عن سعادتهم. مي عدلي، الحياة اليوم. وقضية تانية وهي طبعا قضية